السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الأسرة للطبخ الوصفات الطبيعية. اليوم إن شاء الله نقدم معكم غريبة البهلة كاقتراح لحلويات العيد. كتجي ناجحة بمقادير اللي هي مضبوطة. تبعوا معايا المقادير حبيباتي حتى الأخير، وما تنسوش اشتراك في القناة اللي باقي ما اشتركش، كذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كذلك ما تنسوش لايك للإعجاب بالفيديو باش يوصل أكبر عدد من المشاهدين، وتبعوا معايا الفيديو للأخير. المهم البهلة بالطريقة ديالي كتجي ناجحة وكتجي مقرمشة. عندي هنايا ربعة ديال الزبدة، النوعية اللي استعملت ماماتي أو اللدار اللي بغيتو. المهم زبدة مارغرين ذوبتها ودرتها هنايا في القصرية باش تبرد كيف كتشوفوا. حتى بردات عاد فاش ضفت ليها كأس عامر مليء ديال السكر ثقيل او سكر كلاصي، العبار بكأس ديال العنبة. الكأس اللي عندي انا راه بحال المعيار ديال كأس العنبة تماما نفس القياس. ضفت كذلك نصف كأس من السكر سنيدة، يعني درت كاس سكر ثقيل ونصف كاس سكر سنيدة، خلطت ما بين السنيدة والسكر الكلاصي. كذلك ضفت كأسين من الزيت النباتية. غادي نبدا هنايا كنخلط، غادي نحاول انني نخلط جيدا. ديك الحبيبات او ديك الكويرات اللي كتشوفوا ديال السكر ثقيل غادي تبقى حتى تختفي، وغادي يذوب لينا هذاك السكر كامل مع التحريك المستمر. ممكن نتوما تستعملوا يديكم او تستعملوا فوي الا بغيتو. المهم هنايا كيف ما تعودنا الحلويات المغربيه كنستعملوا يدينا. عندي هنايا واحد الكأس مطحون ديال اللوز. اللوز كان عندي واحد شويه محمر وواحد شويه استعملته عادي، يعني ممكن تستعملوه عادي ما كاينش مشكل. انا كان عندي محمر وخلطته معاه باش عطاني كأس من اللوز. مقدار ديال اللوز 100 غرام. وغادي نضيف كذلك كأس من الزنجلان او السمسم مطحون، وكأس من السمسم ما مطحونش، يعني كأس غنديرو مطحون طحنته هرمشتو هكا ماشي قاع طحنتو حتى تعجن. المهم هرمشتو وضفت كأس ديال السمسم او الزنجلان عادي محمر باش تجينا الغريبه ديالنا لذيذه. ضفت واحد الملعقه صغيره من القرفه او الشوكولاط اللي كان عندكم. اللي ما كيبغيش القرفه، كاين الناس اللي ما كيبغيوش اللذه ديال القرفه يديروا الشوكولاته. ضفت كذلك واحد زوج ديال الخمارات، وغنضيف الخليط ديال الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق راه على حسب النوعيه ديالو. انا عندي هنايا كيلو ديال الدقيق نقصت منه زوج كيسان، نقصت منه زوج ديال الكيسان وعيني ميزاني. وغادي نحاول انني نخلط وانا بالتدريج، وانا كنشوف القوام ديال الغريبه ديالي. انا كنحاول ندلكها باش ندخل فيها الدقيق جيدا، ومن بعد غنشوف القوام ديالها. ما غتجينيش بطبيعه الحال غتبقى هكا كتفرتت، ولكن مني نجمعها غادي تجمع ليا في يدي، وهذا هو القوام ديالها الحقيقي. صافي هنايا كتشوفوا درت العرض العادي، ما نقصش هنايا الفيديو، ما سرعتش الفيديو باش تشوفوا الطريقه. كتدلك هكا بهاد الطريقه. المده ديال الدلك راه ماشي غتبقاي تدلكي فيها واحد المده طويله، واحد 5 ديال الدقائق فقط غادي تدلكيها حتى تجمع لك في يدك، تحكمي فيها مزيان، ومن بعد غادي تجربي
وتشوفيها واش تجمعات لك في يدك ولا لا. الا تجمعات بهاد الطريقه صافي، العجين ديالنا او الخليط ديالنا راه ناجح. ومن بعد صافي غادي ناخذ الطاوه ديالي، نحاول انني دابا نجمعها هكا صافي، ما نبقاش ندلك فيها بزاف، يعني نجمعها مع بعضها حتى نكون واحد العجين كيف كتشوفوا. ومن بعد غادي نبدا نكور فيها في الطاوه. استعملت انا طاوه عاديه، ما عنديش طاوه ديال غريبه ديال البهله، ولكن استعملت طاوه عاديه اللي عندي. صافي غنحاولوا اننا نجمع الخليط وغندوه باش غادي نشكلو في الطاوه. صافي هنايا غادي ناخذ واحد الطاوه، ممكن انكم دهنوها بالزيت، كما ممكن انكم ترشوا فيها غير رشه ديال الدقيق. وغادي نحاول انني ندير غريبات متساويه في القياس. ممكن الاستعانه بواحد الميزان الا كان عندكم الميزان. غريبه ديال البهله ما كتعداش الوزن ديالها 26 غرام حتى ل 28 غرام، المهم ما بين 26 و 28. صافي هذا هو القياس ديالها كيف كتشوفوا على الكف ديال يدي. وغادي نبدا كنكور فيها ونستفها في الطاوه، ونحاول انني ندير حبات متباعده، بس مازال هي راه غادي نفخ واحد شويه. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه. بالنسبه للناس اللي يديروا لي كوموند راه ممكن توزنوها، وبالنسبه لينا حنايا كنديروا غير في ديورنا، فممكن اننا نديروا غير عيدنا ميزاننا ونصاوبوا باش نربحوا الوقت. ومن بعد صافي استفتها على هذا الشكل كيف كتشوفوا، وطيبتها في الفرن الغازي. فسخنت الفران ودرت الحراره، خليت الشعله اللي لتحت هي اللي خدامه، درتها من التحت حتى تشققات. عاد فاش طلعتها الفوق وكملت الطياب ديالها جات بهذا الشكل، جات مشققه وجات رائعه، جات ناجحه مقرمشه طيبه مذهبه. كيف كتشوفوا اللون ديالها ماشي محمره بزاف، كتجي غير مذهبه، ولكن راه كتجي طيبه وكتجي ناجحه. وهذه هي طريقتي المتواضعه في البهله. نتمنى انها تعجبكم، ونتمنى انكم تقدموها في ديوركم، كتجي لذيذه وكتجي رائعه. نشكركم جزيلا على المتابعه، والى اللقاء.